انا بصفتي محامي اسلام بقدم بلاغ للنيابه العامه في واقعه الزنا. الزوجه اسمها هناء احمد. احكي لنا يا اسلام باختصار كده ايه الموضوع. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أيامكم بكل خير وسعادة وسرور. معكم أخوكم شاعر الغلابي. كل يوم الاتحاد المصري يثبت لينا فضايح 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 لا يستوعبها العقل. بس فساد موجود، رشاوي موجودة، اختلاسات موجودة، كل شيء أصبح في الاتحاد المصري، والكل كل شيء أصبح فيه مباح، والكل طبعا في صمت وسكون. آخر الفضايح مسؤول في اتحاد الكرة النسائي تم تصويره مع واحدة، طبعا زوجها راح له يطلب منه مساعدة. طبعا أنا مش هذكر أسماء ولا هذكر ناس بمعينة، ولكن القصة اللي سايدة حاليا الأيام دي على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي عايز يبحث على الفضايح بيلاقي. طبعا شاب راح لمسؤول في الاتحاد الكرة النسائية عشان يساعده. طبعا بعد أيام طلب منه التعارف على زوجته، والمفاجأة الكبرى إنه الشخص هذا طبعا اتحبس 3 شهور وطلع من الحبس. قاعد يدور في أغراض في البيت، طبعا ما لقاش مرته. قاعد يدور، لقى فلاشة فيها فيديو لمسؤول الاتحاد وزوجته في سرير النوم لمدة 42 دقيقة. طبعا السؤال المقصود منه الحلقة: هل المسؤولين الكبار عن الكورة في مصر اللي أكبر من الاتحاد ما شايفينش أو بيسمعوا الفضايح دي؟ طبعا أنا مش هشمل كل الاتحاد، ولكن لو قلنا الاتحاد المصري فيه واحد بهذه الطريقة فهو اتحاد فاسد. ويجب على المسؤولين الكبار اللي هم مسؤولين عن الكورة وعايزين الكورة في مصر، أو عايزين الاتحاد يكون ليه كيان، إقالة جميع الاتحاد المصري وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، ومحاسبتهم. لأن الإعلام ممكن يكون بيغطي عن حاجات كتيرة، ولكن صيد الكاميرا بيجيب حاجات أكتر. شفتوا فضايح الاتحاد وصل لغاية فين؟ وعايزين توصلوا كأس عالم، ده مستحيل. ربنا يصلح حالنا. شكرا لكم، وكان معاكم شاعر الغلابي.